السلام عليكم. اليوم راح اسوي المعروق السوري. تقريبا هو نفس طريقة الشرك العراقي، بس هنا يضيفون المحلب. احنا بالشرك ما نضيف المحلب، واني راح اسويه على طريقتي، يعني انه ما اعرف هي الطريقة الاصلية شلون، بس المهم اني راح اضيف المحلب بالعجينة، والباقي المكونات اللي راح اضيفها هاي اختيارية، يعني هاي من عندي. المهم شنو اللي عندي؟ اني هنا عندي نص كوب سكر، وعندي ملعقة كبيرة عسل اختياري، وعندي ملعقة كبيرة خمرة. والمحلب راح اضيف نص ملعقة يعني متوسطة، هاي هنا راح اضيف. وعندي هنا راح اضيف حبة بركة، وهم اختياري بس تنطي طعم كلش طيب ويا العجينة. هاي هنا ملعقة كبيرة مال اكل مال الطعام. وعندي هنا سمسم، السمسم هم ينطي طعم كلش طيب. هاي هنا ملعقة كبيرة. عندي هنا حليب، نص كوب حليب ونص كوب مي، يعني نص كوب حليب خففت بنص كوب حليب، الحليب خففت بنص كوب مي، يعني صار عندي كوب. تقدرون تخلون حليب دافي او مي دافي، بس انا سويت نص بنص. هاي هنا هم راح اضيفه واخلط. بس عندي هنا بيضة وربع كوب زيت. اضيف الطحين. بالنسبه للطحين راح اضيف حسب الاحتياج، بس اول شيء راح اضيف نص كوب طحين واتركها 10 دقائق الى ربع ساعه تختمر، بعدين اضيف باقي الطحين. هسه راح اغطيها واتركها في 10 دقائق الى ربع ساعه تختمر. هسه بعد مرور 10 دقائق اختمرت العجينه. انا هنا ضفت نص كوب، وراح اضيف هنا كوبين طحين وعجن، يعني الطحين حسب الاحتياج. هنا أنا راح أضيف كوب طحين، مثل ما تشوفون بعدها لينة. راح أضيف نص كوب، يعني الطحين بالتدريج من تشوفوها عجينة متماسكة. هسه مثل ما تشوفون العجينة تماسكت عندي. ضفت تقريبا 4 كوابل طحين، واخر شيء رشيت يعني طحين حتى تلم العجينه. هسه شنو عندي هنا ملعقه سمنه. تريدون تضيفون سمنه او زبد، بس السمنه تنطي طعم كلش طيب للعجينه. هاي تضيفوها اخر شيء، وهاي اختياريه، يعني تقدرون ما تضيفون لا زبد ولا، بس اني احب اضيف الزبد، ينطي طعم كلش طيب للعجين. هسه العجينه خلصت عندي، راح ارفعها. عندي هنا سمنة أو زبد أو حتى زيت تقدرون تخلوه، بس مجرد إنه حتى لا تلتصق العجينة. وأتركها تختمر ساعة وبعدين أشكلها. وهاي بعد ما اختمرت العجينة، شوفوها ما شاء الله كلش مختمرة. راح أسويها شكلين، أسوي على شكل أقراص. راح أسوي أقراص، وأسوي قالب خلية النحل. هسه عندي هذا قالب مسحته بالزبد او تريدون بالسمنه. راح اسويه على شكل قطع او دوائر، واخليها بالقالب. سويت هذا القالب، راح اغطيه واتركه 20 دقيقه يتضاعف الحجم. وهذه راح اسويها اقراص. بالنسبه للاقراص بس تفتحوها هيك بطرف اصابعكم، تخلوها بالصينيه، همينة ترتاح ويتضاعف حجمها. هسه كملت كل الكميه، همين راح اتركها في 10 دقائق. بالقالب 20 دقيقه، هنا 10 دقائق وادخلها الفرن. وعندي هنا خليط من البيض والحليب، همين راح امسح العجين قبل ما ادخل الفرن. هاي بعد ما تضاعف الحجم دهنتها بالبيض ورشيت عليها حبه بركه وسمسم. وهاي الصينيه مالت الاقراص طلعتها همينه. انا همين هنا رشيت عليها سمسم وحبه بركه، يعني بعد ما دهنتها بالبيض. وهذه راح ادخلها للفرن على درجة حرارة 180. راح اشغل بس من اسفل وبعدين من فوق، او من فوق ومن جوا.
وهذا الشكل النهائي للمعروق السوري، كل سهل وطيب. وبالنسبة للإضافات اللي أنا ضفتها على العجينة تقدرون تستغنون عنها، يعني مثلا السمسم والحبة البركة، بس هي مطية الطعم كلش طيب. حتى الملعقة اللي خليتها آخر شي مالت السمنة يعني مطية طعم كلش طيب وريحة طيبة. تقدرون تخلون زبدة أو تستغنون عنها بدون إضافة الزبدة أو السمنة. هذا اللي سويته بالقالب، بس ما أقول لكم مش قد نافش، والعجينة كلش طيبة، ريحتها حيل طيبة. بس بعد حار. هاي الأقراص كلش طيبة، تقدرون تحشوها تمر همينة، التمر ينطي طعم كلش طيب، يعني تقريبا نفس الشرك العراقي مالتنا، بس شنو احنا ما نخلي المحلب. وهذه من طلعت من الفرن، يعني مسحتها بالشيراء والقطر، وهاي اختياري، مسحة خفيفة يعني إذا تحبون. كلش نافش وطيب وريحته طيبة. والحبة البركة والسمسم مطي طعم كلش طيب. جربوه إن شاء الله يعجبكم. والتشكيل اختياري، تحبوا يكون يعني بهذا الشكل، يعني سووا أقراص أو مثل خلية النحل، يعني هاي اختياري. وانتظروني بفيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.